ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى هنعمل مع بعض احلى فطائر قطنيه محشيه بعجينه بريوش في منتهى الطراوه واللذاذه، وهشه كمان بعجينه سهله وبسيطه جدا تنفع معاكي في فطار وغدا وعشاء كمان. تابعيني لاخر الفيديو، هنشوف مع بعض ازاي هنظبط العجينه وايه هي مراحل العجن اللي تخليها عمرها ما تطلع معاكي تقيله ولا مكتومه ابدا، وهعرفك طريقه التسويه الصحيحه. لو انت ما تعرفينيش، انا اسمي زوزو. لو انت اول مرة تشوفي القناة بتاعتي، ما تنسيش تضغط على زر الاشتراك وتعملي لي لايك وشير وفعلي زر الجرس. هتلاقي معانا وصفات اقتصادية وعلى قد الايد. ما تنسيش تعملي لي لايك كتير. يلا بينا نسمي الله ونصلي على الرسول عليها افضل الصلاة والسلام، ونبدأ الوصفة بتاعتنا. اول حاجة هنا انا هعمل مقدار كيلو من الدقيق. انت لو انت عايزة نص كيلو من الدقيق نقصي الكمية. انا هستخدم كوبايتين من الحليب بدرجة حرارة المطبخ، نزلت عليهم نص الكوباية من السكر، عليهم معلقة كبيرة من الخميرة الفورية اهو زي ما انتوا شايفين. نزلت عليهم ببيضتين عشان انا هعمل كيلو من الدقيق. نص كيلو من الدقيق بياخد معاكي بيضة واحدة بس. تمام. ممكن تستغني عن البيضة وتحطي معلقتين زبادي كبار. تمام. مش عايزة تستغني، انا هنا برضو مستخدمة الزبادي معايا. انتي ما انتيش حابة تستخدمي الزبادي مفيش مشكلة، ما تحطيش زبادي. ما انتيش حابة تستخدمي البيض حطي زبادي بس مش اكتر. تمام كده. هنا بقى معايا كيلو من الدقيق، نزلت عليهم بذرة ملح، معلقة بيكنج باودر كبيرة، وقلبت المكونات اللي هي الجافة. هنزل عليهم بتلت الكوباية من الزبدة. تمام كده. وقلب الزبدة مع الدقيق، وبعدين نزلت عليهم بالسوائل بتاعتي اللي هي اللبن والزبادي والسكر والخميرة والبيض. هقلب المكونات بتاعتي لحد ما اخلي العجينة بتاعتي طرية وهشة. على فكرة في تركاية مهمة، ممكن تعملي كوباية من الحليب وكوباية كوباية مية. ممكن تعمليها بكوبايتين من المية اللي يريحك. عايزة تعملي بالحليب كامل مفيش مشكلة، عايزة تعملي حليب ومية مفيش مشكلة، عايزة تعملي حليب مية بس مفيش مشكلة، اللي يريحك واللي انت حباه. انا بسهل عليكي، احنا بنعمل الحاجة في البيت، عايزين نعملها كويسة لولادنا ولينا، وان شاء الله الوصفة دي هتكون تعجبك. بعد ما خلصت العجينة بتاعتي ولميتها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، هجيب بولة او طبق وهحط العجينة بتاعتي فيه. طبعا الطبق مدهون بالزيت علشان ما تنشفش، وهغطيها واسيبها تخمر يعني حوالي 10 دقايق بس مش اكتر، وتكون العجينة بتاعتي خمرت بالشكل اللي انتوا شايفينه قدامكم ده. تمام زي ما انتوا شايفين كده. طبعا اهي ضغطت عليها بالبوكس زي ما بيقولوا، اديتها بالبوكس فطلعت العجينه بتاعتي خمرانه حلوه قوي. هبدا اقطع بقى بالظبط زي ما انتوا شايفين كده، واكورها او اقرصها كور، يعني حجمها يكون صغير حوالي 50 جرام، ما تزوديش عن كده علشان الفطائر بتاعتك ما تطلعش كبيرة وشكلها مش حلو، تطلع معاكي صغيرة. فحاولي ان انت تصغري الكرة اللي انت بتعمليها. تمام. انا هقرص قدامكم بعد واحدتين اهو. تمام كده. خلاص بعد ما كورنا كذا كورة خلصنا العجينة بتاعتنا، رصيتهم في صينية، برضو الصينية بتاعتنا مدهونة من الزيت، غطيتهم علشان اسيبها تخمر زي ما انتوا شايفين كده. عقبال ما اسيب الكور بتاعتي اللي احنا كورناها تخمر حوالي برضو ما طولتش 10 دقايق، جهزت الحشو بتاعي. انا هحشي بجبنة موتزاريلا وجبنة رومي، وحطيت عليهم حبة البركة. تمام. جبت اول كرة احنا مخمرينها مع بعض، بططتها بالشكل او فردتها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، وحطيت عليها الجبنة بتاعتنا، وابدأ المها بالشكل برضو اللي انتوا شايفينه ده بشكل مثلث اهو. يا رب يكون واضح قدامكم بالكاميرا. اقسم بالله فطائر تحفة قوي، جميلة جدا وبتشبع وتنفع معاكي في فطار وغدا وعشاء. تمام زي ما انتوا شايفين اهو بالشكل المثلث ده. تلم العجينة على بعض كده، هنجيب المقص بتاعنا ونبدأ نرص الأطراف اللي احنا لمناها على بعض. بس العجينة برضو مهما قصتيها تحاولي تضغطي عليها علشان ما تفتحش منك لما تخمر أو لما تحطيها في الفرن. تمام كده. وأعمل الشكل اللي قدامكم اهو اللي انتوا شايفينه. العجينة بتاعتي ما فتحتش اهي برغم ان انا قصيتها قدامكم، والله العظيم
ما فصلت الكاميرا ولا حاجة، كله قدامكم. هعمل كمان واحدة قدامكم علشان ان انتوا تشوفوها وتحفظوا الطريقة بالظبط. جبت الكورة التانية بططتها او فردتها، جبت الجبنة بتاعتي، عندك جبنة، عندك جبنة موتزاريلا، عندك جبنة بيضة، عندك جبنة رومي، اللي يريحك اللي متوفر عندك. بس حطيت عليها حبة البركة. حبة البركة جميلة جدا، انا بحبها في جميع مخبوزاتي، مغذية ومفيدة. تمام. هبدأ اعمل المثلث بتاعي، ولميت الجوانب على بعض بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. تمام كده قفلت شكل المثلث. هجيب المقص بتاعي وهبدأ اقص اهو زي ما انتوا شايفين. العجينة برضو بتاعتي ما اتفتحتش ولا اي حاجة. لو اتفتحت منك اضغط عليها علشان تقفل، علشان ما تفتحش منك بعد ما تخمر او بعد ما تدخليها الفرن، وتبقى معاكي الفطائر بتاعتك حلوة وجميلة كده وطرية وهشة. اهو شايفين الشكل والرسمة دي اللي انا بعملها اهو قدامكم. بلم الطرف بتاعي ده، لقيته كان مفتوح فحاولت ان انا المه بالشكل ده. شايفين شكلها حلو وجميل ازاي؟ طبعا هنا بقى بعد ما خلصت كل العجينة بتاعتي، جبت الصينية او صاج ودهنته بالزيت، وبعدين رصيت الاشكال اللي احنا عملناها وسبتها ترتاح يا دوب 5 دقايق بس مش اكتر. جبت كوباية، حطيت فيها نص كوباية من اللبن، مع عليها معلقة سكر، عليها معلقة من الزيت، وابدأ ادهن الوش بتاعي، وش الفطائر بتاعتي. لان انا مش بحب، برضو كل فيديوهاتي قلت لكم ان انا مش بحب ادهن وشها بالبيض، كفاية العجينة غنية بالبيض. اما الوش انا بحب ادهنها باللبن والسكر والزيت. زي ما انتم شايفين يكون الفرن على درجة حرارة عالية. هحطها على الشبكة اللي فوق الصاج من تحت، وبعدين بعد ما نخلص من تحت نحمرها من فوق. هنا بقى برضو حبيت ان انا احط على الوش كده حبة بركة، شكلها جميل وعجبني، جميلة جدا. بعد ما دخلتها الفرن، بعد ما خليتها على الشبكة اللي فوق الصاج، حمرتها من فوق تمام زي ما انتوا شايفين، خرجتها من الفرن. هبدأ اغطيها علشان ما تنشفش معايا وتفضل طرية وهشة وجميلة. خلي بالك ما تخليش الفرن على درجة حرارة هادية. شايفين ظهرها زي وشها جميلة جدا، طرية وهشة، وبصراحة فضلت لتاني يوم طرية وهشة. طعمها جميل جدا، حلوة قوي، هتعجب الولاد، هياخدوها المدارس، تنفع في فطار وغدا وعشاء.